الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم من استوديو المبدعين وطاقة من طاقات الشبابية ومبدع من الإبداع، شاعر ورياضي ومنتسب وأحد عوائل العريقة في محافظة ذيقار، ومن شعراء بيت الخباز، والأخ الصديق الرياضي الإعلامي الأستاذ شوقي شاكر الخباز. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكري وتقديري لحضرتك باعتبارك صديقي وطولي. ثانيا باعتبارك على رأس الهرم برابطة الفرق الشعبية. هاي الرابطة اللي قدمت ما قدمت حقيقة، اللي أنا أعتبرها الجندي المجهول اللي جاي عنده فد نشاطات متعددة غير الرياضة. يعني رابطة الفرق الشعبية ما أخذت فقط إنه الجانب الرياضي وإخراج الطاقات الشابة ورفد الأندية المختلفة في محافظة ذيقار بمختلف الدرجات. موجودين لاعبين أساساً كانت لرابطة الفرق الشعبية الدور الكبير في إبرازهم. هاي تنحسب لحضرتك والكادر الإداري اللي وياك، اللي حقيقة أفنوا وقتهم وجهدهم وقدموا ما قدموا من أجل رفع اسم ذيقار في مختلف المجالات. بالإضافة إلى ذلك رابطة الفرق الشعبية خرجت من هذا الجانب الرياضي، لا اشتغلت بمسألة خاصة في مسألة كورونا وتداعياتها، مسألة مكافحة المخدرات، الحملات الاجتماعية الخيرية. الرابطة موجودة في مختلف مجالات الحياة، لذلك تحسب حضرتك كابتن محمد أبو نور وللهيئة الإدارية لرابطة الفرق الشعبية الجندي المجهول اللي له بصمة في الحياة الذيقارية. فشكري وتقديري لهذه الدعوة، وشكري وتقديري لهذه الجهود الخيرة اللي حقيقة ما ممكن أحد أن ينكرها. طبعا احنا جانب مشرف من مدينة الناصرية، بيت الخباز من عائلة عريقة وشعراء يختصون شعراء. أنا شوي سولفت وياك. أول شيء أنت اتحاد شعراء الشعبيين أنت. نعم. والوالد؟ الوالد كان رئيس جمعية الأدباء الشعبيين، جمعية الشعراء الشعبيين كانت في ذيقار. كذلك عمي المرحوم نعيم الخباز كان رئيس جمعية الأدباء الشعبيين في كركوك، بعد انتقل إلى كركوك. عمي ناصر المرحوم هم كان أمين سر، كان رئيس جمعية وكان أمين سر جمعية الأدباء الشعبيين في ذيقار، وأنا حاليا أمين سر جمعية الأدباء الشعبيين في ذيقار. بعد عند شعراء بيت الخباز عندنا شكر الخباز، وعندنا رشد الخباز، عندنا يعني حمدي يكتب، ما شاء الله. عندنا ولد عمي نعيم سلام أيضا يكتب. فما شاء الله عندنا شعراء، عائلة مترفة بالشعراء. الله يعزك الله. كثير شيء الخباز، بيت الخباز يعني الخباز هي احنا اساسا من عشيرة آل الزيرج، لقبنا آل الزيرج، ولكن الخباز مهنة. كان جدي والد والدي اساسا يعمل بمهنة الخباز، كان في مخبز. تعرف كانت قبل الناصرية قليل المخابز، فكان جدي امتهن مهنة الخبز، فلذلك انه صارت الخباز. شيء جيد واحد يعني مهنته يخليه نعم يفتخر. نعم هاي موجودة حقيقة. لهذا يعني واقع ما يقدر النكرة، لأن كان جدي أساسا عنده معمل يعني مخبز، وكان عمامي وياه يشتغلون، ما عدا والدي كان ما يشتغل بمسألة خبز يعني مهنة الخبازة. فلذلك أخذنا مهنة يعني لقب الخباز من مهنة جدي. زين، هاي الشغل عندكم وراثة يعني عن فترة؟ والله ما أدري بعد هي عن فترة. يعني احنا مجموعة يعني أساسا حتى كان جدي شاعر. نعم. فلذلك يعني والدي وعمامي وولد عمي واخواني ما شاء الله يكتبون شعر. يعني الشعر حلو في البيت. انا اصلا كنت شاعر في البيت، انا متابعك. يعني اول مرة اعزيكم باستشهاد سيدتي ومولاتي زينب عقيلة الطالبيين وشريكة الحسين بمصيبته. اكيد. راح اقرا لك كم بيت للسيدة زينب للثواب والبركة. ليلة 11 من محرم خرجت عقيلة الطالبين باتجاه الإمام الحسين، فتقول له ما قلت لي نتوالع من جبتنا وياك، ولا قلت لي أظل والخيم محترقة، ولا حسبت أمشت تعثر بطرواك، ولا وطنت روح الشهقة الفرق، ولا قلت لي النهر يحضن قمر مكسوف، يتوسد الشاطئ والظما بحلقة، ولا قلت لي
ولا قلت لي السماء مطلوبه طلعت ثار بحبال الغدر تتشتف بحرقه، ولا قلت لي الشمس هيك بكبرها تطيح وتدور فياي وابد ما تلقى، ولا قلت لي السبي وتلاوى انا وياه، ولا هضم السبي بشفافنا يلحق، ولا قلت لي المتن يتلاوى، ولا قلت لي المتن يتخاوى ويا الصوت ويتمرجح عليه ويا وسع خلقه، ولو ادري صدق كا حضرت لي متون كا دور القلب اللي يحمل الطق، وكا ويا رقيه جبت حفنه سنين ايش ما تذبل سنه تبدل الورق. احسنت جزاك الله خير. الله يجزاك. اكو انا بالبرنامج متابعك غايت انت ولا مهند يمكن لو ولا حسن خريبط. حسن خريبط اي. برنامج انا اشوف قصائد انت وياه. احنا مجموعه قصائد ملا حسن خريبط، احد المبدعين، احد خدام الحسين، الله يحفظه ان شاء الله. تحياتنا له. الرجل مخلص، لذلك هو صديقي وقريب علي، فاكثر تعاملي كان مع حسن خريبط. يعني كل اسبوع اكو يعني هو تقريبا كل مناسبه عندنا في عمل مشترك انا وياه، ومستمرين ان شاء الله بخدمه الحسين. قبل لا نطلع من الشعر، مين انت تاثرت بالشعر؟ طبعا هو اكيد كان تاثير الاساسي هو يعني كان عمي ناصر الخباز، كان تاثير في بدايه الامر، واكيد عريان سيد خلف، القمه الشعريه اللي ما ممكن احد يتجاوزها. يقول من وفاه المرحوم عريان انتكاسه بالشعر الشعبي صحيح؟ لا مو صحيح. مو صحيح، فقدنا جزء كبير من الشعر الشعبي صحيح، لكن الشعر الشعبي بخير. عندنا شعراء ما شاء الله، ما اريد اجيب اسماء. احنا ولاده والله. اكيد العراق اساسا ولاد، والناصريه ام الشعر والثقافه ولاد، فلذلك ما ممكن نقول احنا، ممكن ان نقول احنا خسرنا جزء كبير من سيد الشعر عريان، لكن الناصريه والعراق ولاد بالشعر الشعبي، والاسماء تعد ولا تحصى، لذلك حتى لا نبخس حقيقه شعرائنا الموجودين حاليا رائعين في كل شيء. شيء سبب ما صار على مستوى العراق مؤتمر بالشعر الشعبي بمحافظة ذي قار؟ لا صار عندنا. لا صار عندنا قبل 3 سنوات 4 يعني تقريبا 18 او 17 صارت عندنا هنا انتخابات للمركز العام بالبهو، وكان معد بانه تكون هناك مثلا مهرجان للشعر الشعبي، لكن تعرف الظروف اللي صارت اجلت هذا الوضع. شنو السبب ما يصير مهرجان باسم المرحوم عريان سيد خلف؟ اكيد يعني كنت تجي استاذ محمد، تعرف انت مساله المهرجان يحتاج لامكانيه ماديه، يحتاج اكيد فننتظر ان شاء الله. جمعيه الادباء الشعبيين كان من مقرراتها ان يكون خلال هاي السنه ان شاء الله، اذا كان هناك دعم معين، ان نقيم مهرجان للشعر الشعبي في ذي قار. انا التقيت باكثر من شاعر شعبي بالمناسبه قبل لا نختم على الشهر. نعم. يعني الشاطرة عندهم جزء اتحاد ومسوين رابطه، مثلا السوق رابطه، فمتوزعين بالناس حتى بالمحافظات، الحمزه، القاسم، نعم. وما دول يرجعون المقر العام. لا ابو نور، التشظي والتشتت انا اعتبره من جانب حاله صحيه، ومن جانب اخرى له جوانب يعني سلبيه. انت مشخصها هاي موجوده؟ اكيد اكو اكثر من جانب او رافد لمساله الشعر الشعبي. عندنا جمعيه الادباء الشعبيين اللي هي المقر العام، واللي هي الام اللي تاسست سنه 1980. هاي اللي بها المرحوم ابوك ولا 1969 تاسست انه جمعيه الادباء الشعبيين. هاي اللي موجوده، ثم اي نعم، ثم ولدت فيما بعد جمعيات مختلفه، الادباء الشعبيين، المنتديات سين وصاد كذا، كلها ترد يعني كلها صف في صالح الشعر، في قبالها اكيد هناك التشظي يكون بمجموعه من السلبيات، لكن لا تخلو من الحاله الصحيه الموجوده. انتم مشمولين بالمنح الثقافيه؟ اي احنا الادباء الشعبيين نعم، احنا جمعيه الادباء الشعبيين مشمولين بالمنحه التشجيعيه. لازم. نعم. زين احنا يعني نرجع لموضوع انت رابط بالشرطه ان شاء الله يوصل ان شاء الله. الله يجزاك الخير. وين وصلت بهذا؟ احنا وقفنا عند حد العميد، ما ترفعنا؟ خدمتك ان شاء الله عن قريب. يعني بهذا الترفيع ان شاء الله؟ ان شاء الله عن قريب اذا راح يصير اللواء شوقي ان شاء الله. هسه هو مساله اللواء والعميد هاي مسميات. انا بالنسبه لي يعني ما تهمني حقيقه للامانه، يعني وصلت المرحله يعني يعرفون. لا هي
يعني مو فد شيء مهم. انا صرت لواء وصرت عميد وصرت كذا وشوق الخباز هو شوق الخباز. يعني هي هذه الصفه الزينه، يعني هم شاعر وهم ضابط وهم رياضي. ان شاء الله نتمنى التوفيق لك وان شاء الله بعد المرات تستحق، لان انت انسان. الله يعزك بارك. نجي على موضوع الرياضه. نعم. انا رافقتك بالرياضه من كنت لاعب وصرت مدرب وصرت اداريه. الناس مو زينين، شو السبب؟ يعني ابو نور الفريق الجيد الى مقومات: اداره، كادر فني ولاعبين وجمهور. هاي المعادله الثابته اللي تخلق لك فريق جيد. لذلك اي فريق هسه بالعالم من تريد تقيمه بهذه المسميات الثلاث ممكن تنظر له شوف الخلل وين. اي خلل باي وحده من ذني ممكن ياثر على الفريق. اداره، اذا كانت ماكو اداره راح تاثر على الفريق. اذا جمهور ما مساند الفريق راح ياثر على الفريق. اذا كادر فني غير جيد راح ياثر. اذا لاعبين غير بالمستوى المطلوب اكيد. فهاي المعادله، هذه الدائره اللي مرتبطه ارتباط متماسك بيناتها، اي خلل بيها ممكن ياثر على الفريق. فانت خلي الناصري وقارن ذني لثلاث مسميات، شوف وين الخلل. هسه مره يكون بالاداره، مره يكون باللاعبين، مره يكون بالكادر الاداري، مره يكون بالجمهور. اذا طلعنا الجمهور والكادر الاداري واللاعبين فنرجع للاداره. اذا طلعنا الاداره فممكن بالجمهور. اذا طلعنا الجمهور فممكن بالكادر الاداري. على العموم ماكو احد من اهل الناصريه ما يحب ان يكون له فريق يلعب بالدرجه الممتازه. ان شاء الله جهود الخيره اللي موجوده حاليا، اللاعبين الجيدين اللي موجودين، الكادر الفني الجيد، الجمهور اللي حقيقه جمهور الناصري جمهور محب ومتعطش جدا لكره القدم، يتنفس كره القدم، متعطش جدا. هذا الجمهور اللي يرافق الفريق، يعني من كان في الدرجه الثانيه الى ان نوصل للدرجه الاولى، الى هذا الجمهور دائما يبحث عن ان يكون الى فريق يمثله في الدوري الممتاز. وان شاء الله نأمل خير ان يكون هناك يدعون للحكومه المحليه الخيرين الطاقات التدريبيه ان تنتشل الفريق وان يمثلنا فريق في الدوري الممتاز. بعدك بالهيئه العامه طلعوك من الهيئه العامه؟ لا اكيد مو بالهيئه العامه. مو بالهيئه حتى من اقترحوا الهيئه المؤقته كان اسمك ما مطروح. المفروض انت كنت قبل عضو هيئه اداريه ورئيس نادي. يعني انا كنت امين سر اتحاد كره القدم، وكنت عضو هيئه اداريه وكنت مشرف فريق. مشرف فريق ومن 2001 الفريق كان يلعب بالدرجه الممتازه. زين. تعرف بعد هي المشكله هسه طرحت اسهام بالهيئه العامه مع اساسا كل البعد عن النادي المصري. بس احنا بغض النظر عن الاسماء، احنا ما نناقش الاسماء، بس احنا نتمنى انه يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. مو شرط سين او صاد، مو شرط شوقي او محمد او حسين. من يحدد الرجل المناسب؟ يعني المفروض مختصين. يعني الجمهور الرياضي يبحث عن من ان يمثل النادي بلاعبين او كادر تدريبي او اداريين او اداره اللي ممكن ان يفيد النادي بخبره بدعم بكذا. فهذا اللي يحدده الجمهور الرياضي. تعرف انت مساله المحاباه هو مو صحيح، يعني هو المصلحه مصلحه عامه مو مصلحه شخصيه. يعني الناصريه ناصريه الكل بغض النظر عن المسميات. انا وانت نقول بس الطرف الثاني ما جاي يقول. هسه الطرف الثاني احنا ما لنا علاقه به. يعني هو جاي يتحكم بالمصير مال النادي. الطرف الثاني يكون يفهم بانه الفريق يمثل الناصريه، والناصريه لها سمعتها ولها ثقلها بالعراق. لذلك يجب ان يكون العمل بالاخلاص باختيار هاي المسميات الثلاث. بس كابتن نفسه انت حتى على مستوى الحكومه المحليه التشريعيه والتنفيذيه ما تعرف ايش تسوي. تدري يعني اكو مشكله شنو؟ اي نعم. الكل اللي يساعد نادي الناصريه بس ما يساعدوا لان ماكو اختصاص. هسه ليش ما يجون الاختصاص؟ ماكو اختصاص. انت اذا تفقد الاختصاص ممكن راح تجي النتائج سيئه. لذلك ممكن انه المتحكمين حاليا بالقرار اللي لهم كلمه اللي لهم كذا ممكن ان يبحثون عن الناس اللي ممكن تفيد النادي. واكو هاي طاقات اداريه وتدريبيه وفنيه ولاعبين تزخر بها الناصري. وهي اولاد الناصري. يعني احنا عندنا مشكله بالاداره. يعني عندنا السيد علي طالب، انت سيد حسين صغير، عندنا نماذج هذه الاداره. عندنا نوادي دول يحافظون بالوضع الصحيح بالهيئه المؤقته يمكن نسح النادي.
مع المحافظ اذا دعم، هو يقول انا داعم فعلا يعني شغله الماده هي مشكله العصر الرئيسي. اكيد نعم. حسب الماده يقول انا راح اوفر، رجع يوفر على حسب الاعلام، بس صدق ما ندري. نعم. هم الاعلام يقولون نوفر، هم مشكور. جيد جزاه الله خير. يعني تبقى انه احنا اخذ تشكيله مجموعه من المحبين واداريين ولهم باع بالاداره لعمل التنظيم. احنا ما بس يكون فريق القدم يلعب وخسر فريق القدم، يعني المفروض انا عندي خطه 6 اشهر. صح، هو هيك المفروض. شنو السبب والماي؟ يعني هو قلت لك نوبات تصير الاختيارات الشخصيه البعيده عن الاختصاص ممكن ان يجيب نتائج مو جيده. لذلك انت تشوف الكادر التدريبي دائما يتبدل، الاداره غير مستقره، مشاكل عند اللاعبين اللي يجب ان يكون هاي ترى مشاكل اللاعبين والاداره، مشاكل اللاعبين اللي يحلوها الاداره. يعني اداره اذا ما بيها ناس اختصاص وماكو حلقه وسط. الاداره مستقيله من يعني غير الاستقاله منو موجود؟ لا هم مستقلين وطول الامر المحافظ، جاي المحافظ يشتغل. يعني هو حتى المحافظ هو بواحد رجل ما يقدر يشتغل بالامانه. يعني بغض النظر عن انه رياضي، السيد المحافظ جزاه الله خير مشكور اذا كان يدعم النادي، هو داعم فلوس جزاه الله خير. هو العلي اللي جاي يقدم ماده، بقت التصرف بالماده هاي وين يروح؟ هذا يجي هنا بالاختصاص، والاختصاص يكون يخلون عيادي امينه صاحب اختصاص ممكن ان يستفاد من هذا الدعم المادي بانجاح الفريق. هو هسه لو اقول هسه مقترح محمد هادي على راس الهرم. نعم. المهندس محمد هادي، وحط له نائب كالمدير دائره مدير شباب رياضي، شوقي، كاظم صبيح، ناصر حرابه، علي طالب. نعم. هسه هذول يستشكلون عليهم بهم خبراء يعني كبار. نعم. هسه هذول 6 اشهر يعدون اليه النادي. انا بالنادي ينجح. للمعلومات ترى اكو اسماء، هاي من الاسماء اللي عديتها ما لك علاقه بشوقي، اترك شوقي. هاي الاسماء اللي عديتها ناس ترى ناس حقيقه تتمنى تخدم النادي ببلاش. يعني مستعدين ان يخدمون جل خبرتهم للنادي من اجل الناصريه. صح. لان هم خدموا الناصريه وبقت يعني ما كان حد يطلع. يعني انا احكي لك، انا عضو هيئه اداريه ومشرف فريق وامين سر اتحاد، كانوا اللاعبين عندنا يلعبون بدون مقابل. انا عايش بدون مقابل ويلعبون ويخدمون وما شاء الله. فهاي الناس اللي كم اسم اللي ذكرتهم، اكو اسماء ما شاء الله بالناصريه ممكن ان يقدمون خبرتهم للفريق بدون مقابل، ما يردون شيء، لا يردون اسم ولا يردون اضواء ولا يردون فلوس ولا يردون كذا، مجرد ان يردون يخدمون الناصريه يخدمون النادي. ايش يسوون ما يجيبون رايك؟ والله بعد هاي يسالهم يطلقون عليها مجموعه يقولون الخبراء. هسه انا اشوف صار كاظم برواد الناصريه نجح. استاذنا وعزيزنا استاذنا العزيز هو يعني الان يعني استاذ كاظم سوى من لا شيء حاليا رواد الناصريه حتى اقدم لك فد شهاده وفد مصداق لما جيت بيه انت. احنا حاليا راح نلعب نهائي الكأس العراق لرابطه اللاعبين التخصصيين كره القدم اللي راح تجري ببغداد يوم 10 ويوم 11. الناصريه عن المنطقه الجنوبيه، كركوك عن المنطقة الشمالية، بابل عن المنطقة عن فرات الأوسط، ونينوى عن المنطقة الغربية والوسطى. 4 فرق راح يلعبون ببغداد على كأس العراق. طبعا البطولة الأولى كأس العراق للاعبين الرواد. فالناصرية حاليا واحد من 4 فرق بالعراق. لا هو هسه نجح طبعا. هسه شو يسوي ما يردون عليه؟ طبعا يعني للمعلومات احنا عندنا خلال اسبوع عندنا 3 ايام الى 4 ايام تمرين كامل، تمرين اعتيادي. الكل ملتزمه مجاني طبعا، ما حد يدفع فلوس مجاني، بالعكس مو بس مجاني هو لان انا اقول لك اللاعبين اللي موجودين بالناصريه هسه ما اجيب اسماء انا حتى لا انسى احد، هم قدموا كانوا نادي الناصريه وقدموا ما قدموا. لذلك شوف هيئه اداريه صحيحه، كادر فني موجود ولاعبين ملتزمين، يصير فريق. هسه شنو المشكله هذا مال الرواد ولا الكادر الاداري يتحول للناصريه، هم يصير عندنا فريق وهم يصير عندنا نادي. يعني هاي بعد مو يهمني، بعد ما اعرف ما ادري والله ما اعرف. المشكله انا قبل فتره نقدت الاتحاد الفرعي، الدنيا احترقت عليه. شلون تنقد؟ لا احنا هسه مشكله اذا نقدت النادي الناصريه الدنيا كانما انت تنتقص من الشخصيه الثانيه، احنا ننتقد لتقويم العمل. هو الحديد والتجون على قولتهم. يعني هي مساله الانتقاد من مساله صحيه. يعني
الإمام الصادق يقول عليه السلام، يقول مضمون الحديث والرواية، يقول رحم الله من أهدى لي عيوبي. فالإنسان ما معبد من الخطأ، ما دام إنسان فيخطأ. تجيب الواحد اللي يقول لك أنت خطأان وهذا خطأك صح. فالانتقاد حالة صحية، الانتقاد البناء، مو الانتقاد بالتشهير وبالسب وبالشتم. أنا ما دام أنتقدك بحالة فنية، حالة خبرة، حالة إدارية، المفروض تتحملني. الطرف الآخر لازم يتحمل، والطرف اللي منتقد أو اللي ينتقد المفروض أن يقدم انتقاده بشيء جيد. والمشكلة إحنا ما نتقبل انتقاد، إحنا ما تعلمنا ما نتقبل انتقاد. هاي مشكلتنا يعني، وهي هاي خطأ. يقولون كذا تقدم الناصرية انتهت. لا ما كنت، لا الناصرية بخير. مو النادي بشكل عام، احنا ما نسخر بالمواهب. لا عندنا مواهب خارج المواهب. إذا اللي يقول الناصرية انتهت من الناحية الرياضية، يخلي يشوف الأندية، خلي يطلع للأندية لبرا ويشوف اللاعبين ويشوف العصب الرئيسي للأندية منه. خلي يشوف اللاعبين جاي يلعبون في درجة أولى، درجة ممتازة، يروح لبغداد ويروح يشوف هاي واحد. اثنين، احنا عندنا ناس تشتغل بالخفاء. السمار دائما يضحك انا، خلي رابطة الفرق الشعبية، عندنا مدارس تخصصية موجودة حاليا قائمين عليها لاعبين يشار لهم بالمنام، اخلاق، ادب، تاريخ رياضي مشرف. ذولا حاليا جاي يعملون على تنمية الطاقات الشابة. هسه ما اريد اجيب اسماء، يعني اجيب اسماء يجوز انسى واحد. لذلك اذا حضرتك وانت انا متاكد اذا تدري، بس يجوز المشاهد يعني ما عنده علم، عندنا اكثر من مدرسه تخصصيه موجوده وجاي تعمل، واللي يريد يشوفها خليه يفتر الصبح من الساعه 9 للساعه 11 بالناصريه، يشوف اكو مجموعه من الساحات تسخر بها الطاقات الشبابيه. الناصريه بخير ولاعبيها بخير، بس مجرد انه هاي مساله انه هاي المعادله تكون تنجح. جمهور موجود عندنا جيد متعطش، نقطه راس سطر ما عندنا عليه اشكال. لاعبيننا وكادر فني، ممكن لاعبين عندنا جيدين، كادر فني يكون نختاره كادر فني جيد وموجود عندنا وما عندنا به اشكال. وقت مساله الاداره شويه هاي المسائل، بان نختار اداره صحيحه ممكن ان تفيد اللاعبين والجمهور. يقول مشكله نادي الناصريه الأنا، الكل انا والناصريه باقي نفس الوضع. احنا شنو العام وصلنا قاب سنه تاهيل، هدف واحد روحنا. انا ما دخلت في موضوع الناصريه بالعمق لانه كلهم، بس هم يقولون احنا عندنا مشكله الأنا. قاعد احسان زي المحافظ، زين هذا السؤال من كانت الاداره القديمه، ليش المحافظ ما دعم؟ ليش من قعدت هي الاداره المحافظ؟ ترى للامانه يعني حتى يعني واحد يكون منصف، انا رجال بعيد عن الهيئه الاداريه وبعيد، لكن للامانه حج حسان اللي ما نلتقي به انا اساسا يعني ما نلتقي به يمكن ولا مخابره، صديقي وعزيزي، بس يمكن احنا صار لنا كذا سنه متخابرين وكذا. للامانه اعطى ما اعطى للنادي. مو هسه هاي مشكله. يقولوا من كان حج حسان وكابل المحافظ ما يتدخل، ما يطيق. طلع احسان المحافظ زين، احسان ومحافظ. خلينا ننظر لها من جانب ايجابي. ليش تسبي؟ ننظر لها من جانب ايجابي، بانه كان حج حسان استاذ حسان متكفي بالنادي وما يريد يثقل ايش يسوي يعني. والجانب الايجابي الثاني، يمكن المحافظ ما حد قايل له ترى النادي كذا ورجال عنده 7 محافظ عنده مشاكل. مو احنا ما يعني كل واحد له اسباب يعني. احنا ما نقدر نتكلم مثلا نقول المحافظ يا ليش انت ما حد يقدر يحكي عن غيره. فهو ممكن احنا ليش ما نقول المحافظ ساعد الهيئات الاداريه على ود نقول نتمنى، بس ما نقدر نجاوب عنهم، لان احنا ما نقدر نحكي عنهم ونقول انه فلان وفلان. هو الموجودين ممكن ان حضرتك تلتقي بهم، اي شخص يروح يلتقي بهم، بانه اكيد انا متاكد بغض النظر عن انه المحافظ رياضه ومو رياضه، ما لها علاقه. هي الناصريه، هذا اسم الناصريه وهو محافظ الناصريه. من يلعب الناصريه بالدرجه الممتازه هو اسم الناصريه، هو محافظ الناصريه، بغض النظر منه اسم المحافظ. اي فهي المصلحه مصلحه الكل. والله تبغى غصب كل الرياضه. اكيد نتمنى انا وانت يعني عندنا احنا طاقات شبابيه نتمنى واحنا نمثلونا بالمنتخب الوطني. يعني احنا اللي يقول ما عندنا، وذولا ما زالوا موجودين ويمثلون رقم معين في نواديهم موجودين. فالناصريه موجوده ولا ان شاء الله.
احنا نتمنى الناصريه تنهض من ان جديد، شاء الله. ويا ريت يختارون هيئه مؤقته او يعيدون الهيئه القديمه مع كفاءات النادي، واكو ناس تطوع مجاني لنادي الناصريه اكيد، لانه نادي اسم متفضل على الكل. احنا نشكر الشاعر والاعلامي والرياضي الصديق خالد جمال الحسين، اعلى صفه لك انا والله وليك. هذا شوقي القباز من احد عوائل محافظه قال الحليقه، ولده شاعر وابوه شاعر واهله كلهم شاعر. اكيد انا الحجيه هي شاعر على ابوه ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله، وشكرا جزيلا جدا. كرر شكر وتقديري لك ولهاي الدعوه الكريمه، وشكرا لان تحت لنا الفرصه لان نتكلم بهاي الامور اللي تخص. اتمنى ان تكون رياضه الناصريه بخير. الناصريه بها كوادر جيده، اداري من جانب الفني، اللاعبين، المدربين، الجمهور ما شاء الله جمهور ساند وداعم، بالاضافه الى انه عندنا حكومه محليه انا متاكد 100% بانها مع الفريق قلبا وقالبا. نحتاج لنا فقط وقت، ونحتاج لصف القلوب، ونحتاج بانه نضع الناصريه فوق كل شيء. من نضع الناصريه فوق كل شيء ممكن ان نحقق اشياء يحلم بها كل اللاعبين وكل الجمهور، وهذا اسم الناصريه. فالناصريه لا يعلو بها فوق شيء، مجرد بانه نضع الناصريه فوق كل شيء ممكن ان نحقق نادي ونحقق بطوله ونحقق نتائج جيده نرفع بها اسم الناصريه، والناصريه تستاهل. شعار الجمهور يقول الناصريه تمرض ولكن لا تموت. لا اكيد ما تموت، لان الناصريه اساسا حتى ما تغمض. ما تمرض، ما بيمرض. الناصريه ما تغمض، الناصريه مفتشه والحمد لله عيونها، وحتى عيونها خضر وحلوات واي والله العظيم. فالناصريه اساسا ولاده. الناصريه خرجت ما خرجت بمختلف القامات، وهذا بلد الله سبحانه عز وجل حباب لخدمه الحسين. صح. لذلك خدمه الحسين هي المنار اللي ممكن تنطلق من عنده باقي النشاطات. احنا نجدد الشكر. الله يجزاك. الله الوالد. الله يجزاك.